هو ليه صحيح مدينة العياط اتسمت بالاسم الغريب ده؟ طب تعرف إن الاسم ده ليه علاقة بقصة حصلت مع العذراء مريم؟ هو إيه اللي حصل يا ترى؟ ما تيجوا نشوف. المؤرخ المقريزي حكى وقال إن كان في المكان اللي بيبعد عن البدرشين ب40 ميل، يعني تقريبا 64 كيلو، حصلت فيه حاجة غريبة جدا. كانت موجودة العائلة المقدسة في طريقها، وظهر راجل زنكي غريب. الراجل ده هاجم العائلة المقدسة وزق القديس يوسف النجار، وقطع هدومه من ناحية صدره، وكان عاوز يعتدي على العذراء مريم. لا استنى عندك، ايه ده؟ هو انت فاكر انك بتفكر بس لمجرد التفكير في انك تعتدي على العذراء مريم ممكن الرب يسوع يسيبك؟ تعالوا نشوف ايه اللي حصل. العذراء مريم حضنت طفلها وقالت للراجل: الرب يوقف نمو ايدك وعقلك. وفعلا في اللحظة ايد الراجل صغرت، بقت زي ايد الاطفال، ونمو عقله وقف، وبقى في حالة ضعف غريبة جدا. وفضل في الحالة دي 18 سنة لحد ما مات. وكان أهله بيجوا يجيبوله الأكل، كان بياكل الأكل بطريقة غريبة جدا وطريقة صعبة زي الحيوانات. كانت الناس اللي بتيجي تروح في المكان ده كانوا مسميينه الراجل البكاي. وفضلت تمر سنين لحد ما المكان ده بقى مدينة كبيرة، سموها باسم العياط. والعياط دي كلمة فرعونية معناها البكاي، والاسم ده موجود لحد يومنا الآن علشان تفضل تشهد على القصة اللي حصلت. ما تنساش تعمل لايك وكومنت جميل وشير علشان غيرك يستفيد. وطبعا ما تنساش ان من جوه دماغك هنطلع اللي ما يخطرش على بالك.